ذكر بعض العلماء أن قراءة ختمة من كتاب الله عز وجل فيها أكثر من 3 ملايين حسنة بعدد حساب الحروف، وفضل الله واسع. احنا لو كان نديروا الآلات ويكون عندنا برنامج بروجرام حتى نحسبوا بعدد الحسنات لا نستطيع، لأن فضل الله واسع. فإنسان ما يغفل أن يجعل شيئا من وقته لقراءة كتاب الله عز وجل، وما تجعلش الوقت الفاضل الوقت المفضل. معناها الإنسان ما دام عنده أوقات للعمل، للنوم، للأكل، للراحة، للرياضة، لكل أمور. أما في القرآن يقول لك وكان عندي شوية وقت، يتحجج بأنه ما عندوش الوقت. وقد أخذ منا الوقت في هذا الزمن هذه الهواتف، إن لم أقل كلنا لكن أغلبنا. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أذكره ثم نقرأ بعض الآيات كما طلب منا الشيخ حفظه الله تعالى، حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف الناس في قراءة القرآن. والحديث ربما أغلبكم يحفظه إن لم أقل كلكم صغيرا أو كبيرا. انظر إلى الصنف الذي أنت فيه، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فانظر أخي المسلم إلى أي صنف أنت فيه. راك تخصص جزء من وقتك لقراءة كتاب الله عز وجل، أو تهجر القرآن ولا تقرأ القرآن غير في المناسبات، مثل ما يأتي شهر رمضان تجد الناس ما شاء الله يعتكفون على قراءة كتاب الله عز وجل ويضاعفون في المقدار، ثم لما ينقضي الشهر يجعل المصحف في جهة معينة ويهجره إلى ربما السنة القادمة. فالمسلم عليه أن يكون يقظا ولا يضيع أوقاته. وأنفس ما عنيت بحفظه أراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت ما كاش حاجة أكثر منه.